عليكم ورحمة الله وبركاته. الجو حر و... ونعمل حاجات كده، كوكتيل كده حلو من بيتنا بأسهل الطرق. وكمان لو عايزين مثلا نحط منه في كوبايات او في كوبايات، عارفين بتاع المعصرة لما بيحط لنا الفاكهة كده في في الكوبايات، وندي لأي حد عطشان، حد قاعد كده هوت في الشارع، بتبقى حلوة حتى لو ازازة مية وساقعة. فما شاء الله يعني تاخدوا ثواب الدنيا في الحر اللي احنا احنا بنقعد نرمي في الازاز طب حطي فيها مية ساقعة وتلجي وحطيها في الفريزر، هتعمل تلج. ولما تعمل تلج هنديها لحد كده هو ماشي، البياع اللي ماشي بصراحة يعني هتبقى حاجة حلوة. يعني هو مش هيطلب حاجة، بس انت لو عملتها من نفسك هيقول الله ده انا كنت عطشان وشربت، الله دي التفاحة دي كانت ساقعة وجميلة، الموزية ديت هيديلك دعوة حلوة حتى من قلبك. بصوا يا جماعة، الأول احنا خدنا المانجا كده وانا بقطعها واحطها كمان بعد ما بغسلها كويس بقشرها، واحط كوباية السكر دي كده. المانجا بغسلها كويس وبقطعها واخدها كده وهضرب الحاجات الجميلة دي كلها كده مع بعض. المانجا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس ايه مش عايزة دوشة ليكو. وضربنا المانجا وقطعنا الموز، عايزين بس نعصر عليه الليمون ده كده عشان ما يسودش. بسم الله الرحمن الرحيم كده. الليمونة صغيرة عشان كده انا ايه واخدة 3 ليمونات. صغنطوطة قوي. هحط بقى ناخد كده المعلقة ونحط كده تفاح كده. ونقطع العنب ده كده عليهم. كوكتيل بقى وتبقى تلج وحاجات حلوة كده. كده عشان اعرف السلام بقى. كم واحدة كده كمان من العنب بقى والفواكه بتاعتنا الحلوة الجميلة دي كده اهو ما شاء الله. ونقطعها نحطهم كلهم كده. كان في عندي الكوبايات يا بنات. الله الله كده. بصوا بقى، شايفين كل الحاجات دي كده، موز، تفاح، عنب اصفر، عنب كده، عنب كده. الشكل ايه حلو. والعصرة الليمونة ده عشان ما يكسدش بس ويسود معانا
الموزة والتفاحة عشان كلها حديد طبعا. هنزل عليها بالمانجا بتاعتنا دي كده. دي ماما الحاجات الجميلة دي والطعم الجميل ده، خليه كده يسقع. وبعدين عايزة احط كده هنا كده في الكاسات. شايفين تلج، وتقدم لأحلى ضيوف. وكمان ممكن نعمل منه كوبايات ونوزعها كمان كده على الناس الحرانة في الشارع، الشقيانة. واحنا نازلين مثلا بنرمي الكمامة بتاعتنا، بنلاقي ناس واقفة كده غلبانة عندها. لو خدت كوباية معاكي وانت نازلة، خدتي طبق حلو كده اغرفيه كده هوت من اي اكلة انت عاملاها وتغلفيه وانت نازلة، هتلاقي ناس ممكن تدولهم هيدعولك دعوة حلوة من قلب. بصوا الحاجات الحلوة دي هضطر كده في الحر كده، وما شاء الله ما شاء الله. نحط بقى في الكاسات، بس انا عايزاهم يقعدوا شوية وبعد كده ايه يعني اغرف كده اهو. واللي يجوا بقى ايه يا اهلا وسهلا بيه. بصوا ايه رأيكم؟ فكرة جميلة والطعم اجمل من انا عملت منجايتين على فكرة. اللي عايز بقى يكتر، اللي عايز يعمل على عنب على عنب على موز على تفاحة، ونحط التلج. وما شاء الله وما شاء الله كمان على النعناع بتاعي وزيوتي. بصوا يا جماعة والله ما شاء الله انا مبسوطة، ومبسوطة من القرع اللي عملته، والمهلبية طلعت خرافة بجد بجد ما شاء الله. بصوا زيوتي طلع تحفة تحفة، لا تساقط ولا استسلام ولا وده انا والبلح اللي طحنته بره. لا تساقط ولا شعر ابيض، والشعر هيتتقوى. مش مهم يطول زي ما هو، بس هيطول، بس المهم اللي هو يتقل ويبقى حلو زيك. فاحنا بنحاول محاولاتنا ديت، وكل تجربة بتنجح انا بقولها لكم. ويا رب. بصوا لما عملت القرع، زيت القرع ما رميتش اللي انا عملته، لسه مستنيه زيت يجيني، زيت زيتون، زيت اي زيت بقى، حتى لو زيت ذرة بس نضيف واصلي. هحطه عليه وهسيبه وهعتقه تاني، وهتتفرجوا ان هيطلع منه احلى زيت بجد بجد احلى زيت. ودي القرع بتاعنا اهو ما شاء الله ما شاء الله جميل اهو. بصوا احلى طاجن قرع من بيتك ما شاء الله. يا رب لو كنت فدتكم الفيديو تعليق ولايك وشير، واحلى ناس واحلى متابعين وما شاء الله. تفضلوا معانا.